المحاكية مهمة جدا في بند المباني. طيب يعني ايه محاكية ومهمة ليه؟ المحاكية دي بتبقى عبارة عن نص طوبة او طوبة حوالين الفتحات. يعني انا دلوقتي لو عندي فتحة باب بس جنب عمود مباشرة، ما ينفعش ابدا ان انا اسيبها كده. لان ساعات المفروض ان فتحة الباب بتكون جنب جدار مباني. طيب في حالة لو هي بقى جنب عمود خرسانة لازم اعمل محاكية، اللي هو النص طوبة او الطوبة الكاملة تكون بين العمود وفتحة الباب. مهمة ليه؟ أول حاجة بنثبت عليها العتب، وطبعا اتكلمنا عن أهمية العتب. تاني حاجة الباب بتاعك ده بيبقى فيه حلق هيركب بعد كده. الحلق ده هيركب ازاي؟ بيبقى فيه كنات باجي اثبتها، فالمفروض ان انا هاجي اثبتها فبتتثبت في المحاكية. لو مفيش محاكية هتضطر ان انت تكسر في الخرسانة اللي هو العمود، وما ينفعش ابدا ان انا اكسر في الخرسانة. اخد بالي طبعا ان المحاكية اللي هو اي اتكلمنا عنها قبل كده، اي طوب حوالين فتحات المفروض يكون طوب اسمنتي مصمت عشان يستحمل التكسير معايا. لو طوب احمر مفرغ مش هيستحمل. تالت حاجة بقى، وده بيكون علشان المظهر المعماري، عشان استكمال البرور بتاع الباب بتاعي.